النهارده نادي بيراميدز بيعلن فسخ التعاقد مع رمضان صبحي. يا ترى ايه اللي بيحصل مع رمضان صبحي وليه بيحصل معاه كده؟ تعالوا نبدأ الحكاية من الأول. ناشئ النادي الأهلي اللي اتصعد للفريق الأول سنة 2014 وهو ابن ال16 ربيع، بيتألق بشكل كبير مع النادي الأهلي، وعلى الأساس دوت بيتشارك مع منتخب مصر الأول سنة 2015 وهو لسه ابن ال17 ربيع. بيتميز بالقوة والسرعة والمهارة، لقبوه بالعفيجي. الكرة المصرية كلها وجمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي حاطين عليه يعني آمال كبيرة، يكون امتداد للأساطير زي أبو تريكة زي الخطيب، ويكون هو ده الأسطورة الجديد. سنة 2016 بيحترف في البريمير ليج نادي ستوك سيتي. كانت دي أغلى صفقة في تاريخ الكرة المصرية وقتها. نادي ستوك سيتي بيهبط درجة تانية. رمضان صبحي مستواه بينزل، ما بيشاركش كتير، لما بيشارك مستواه ما بيكونش هو المستوى المنتظر منه. بينتقل لنادي هادرسفيلد تاون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي، ولكن بيستمر هبوط المستوى، مشاركات قليلة جدا وليست على المستوى المطلوب إطلاقا. رمضان صبحي اللي كان أسطورة والناس مستنية منه كتير بدأ ينطفي ومستواه ينزل، ما بيشاركش، مركون على الرف بقاله 3 سنين في الملاعب الإنجليزية. بيرجع تاني للنادي الأهلي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد تاون، بعدين بيتألق ويرجع للتألق تاني مع النادي الأهلي. النادي الأهلي بيكون عاوز يشتريه من هيدرسفيلد تاون، بيقول له يا رمضان عايز اشتريك من هيدرسفيلد تاون. رمضان بيرد عليهم طبعا انا موافق، خلصوا انتوا مع النادي الانجليزي. فالنادي الاهلي بيحاول يشتريه من هيدرسفيلد تاون اللي بيبالغ جدا في السعر، الاهلي ما بيقدرش يدفع السعر بتاعه، فالاهلي بيجدد له الاعارة مرة تانية. ورمضان بيتألق اكتر واكتر مع النادي الاهلي، خصوصا لما جه رينيه فايلر رجعه تاني للتألق. ورمضان تألق بشكل كبير جدا، شارك مع المنتخب الأولمبي وكسب بطولة كاس أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب الأولمبي، وكابتن شوقي غريب خد أحسن لاعب في بطولة تحت 23 سنة الأفريقية مع كابتن شوقي غريب، وكان قائد المنتخب. وبيرجع رمضان تاني اسمه يلمع ويتألق. يرجع النادي الأهلي تاني عاوز يشتريه، بيقول له يا رمضان هنشتريك من نادي هيدرسفيلد. بيقول تمام أنا معاكم أنا موافق، خلصوا انتوا مع النادي الانجليزي. النادي الاهلي بيخش في جولة مفاوضات تانية مع النادي الانجليزي، بيحاول يشتري النادي الانجليزي، بيعلي في سعره. بعد مفاوضات طويلة وعريضة النادي الاهلي بعد تصميم كبير بيشتريه اخيرا، وبيوصل لاتفاق نهائي مع نادي هيدرسفيلد تاون. بيرجع لرمضان صبحي علشان يوقع العقود. رمضان صبحي بيقول لهم بس انا جاي لي عرض تاني من بره، تحديدا من بيراميدز، وعرض اعلى من العرض بتاعكم. طبعا كانت صدمة للتعاقدات في النادي الأهلي. بلغوا الكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب قال لهم قولوا له هي ساعة واحدة بس وياخد قراره ويرد علينا. طبعا بلغوا الكلام ده لكابتن رمضان صبحي اللي مردش عليهم، وكانت صدمة كبيرة لجماهير النادي الأهلي. وفي سنة 2020 بينتقل رمضان صبحي لنادي بيراميدز. بعد الانتقال لبيراميدز رمضان صبحي ما بيقدمش نفس المستوى مع نادي بيراميدز، مستواه بينزل شوية بشوية، بيبعد عن منتخب مصر، بيبتدي يفقد مكانه الأساسي في بيراميدز شوية شوية. طبعا كان رايح بطموح عالي جدا لبيراميدز، الطموح بيبتدي يروح شوية بشوية، ولكن رمضان ما بيستسلمش، بيقرر الرجوع. رمضان بيحاول يرجع تاني لمستواه، وفعلا بيبتدي يشارك تاني مع نادي بيراميدز في التشكيل الأساسي بعد ما غير مركزه من الوينج ليفت لرقم 10. وفعلا رمضان بدأ يستعيد مكانه تاني في بيراميدز ويستعيد مستواه وبدأ يتألق. ولكن جاءت الصدمة في مارس 2024 لما أعلنت لجنة المنشطات المصرية عن عينة إيجابية لرمضان صبحي وإيقافه. رمضان صبحي اتوقف
وبعدين استأنف على القرار دوت. وفعلا لجنة المنشطات عملت لجنة استماع لرمضان صبحي، وفعلا تم تبرئته وعاد تاني للمشاركة طبيعي مع نادي بيراميدز. ولكن الوادع منظمة المنشطات الدولية بتستأنف على القرار ده قدام محكمة الكاس، المحكمة الرياضية الدولية. بس الاستئناف دوت ما بيوقفش رمضان صبحي عن المشاركة، ولكن بعد ما اتوقف فترة وبعدين رجع يشارك تاني، مستواه رجع ينزل تاني وبرضه مرجعش لسه زي الأول، علشان نتفاجئ بعدها مباشرة بخبر تاني، وهو التحقيق مع رمضان صبحي في قضية تزوير. معهد سياحة وفنادق في منطقة أبو النمرس التابعة للجيزة اتقبض على شخص بينتحل شخصية رمضان صبحي، وبيخش الامتحانات مكانه، وبيقول إن رمضان صبحي هو اللي قاله يعمل كده. رمضان صبحي بينكر، ولكن التحقيقات مستمرة لحد ما بيراميدز كان في معسكر الصيف الماضي في تركيا، وهو راجع من المعسكر تم القبض عليه في المطار لأنه مطلوب للتحقيق في قضية التزوير. وفعلا بيتم التحقيق معاه، وبعدين بيتم الإفراج عنه بكفالة 100,000 جنيه. اختلفت الأقاويل، ليه رمضان صبحي بيعمل كده؟ ليه هو عاوز أصلا شهادة من معهد سياحة وفنادق في أبو النمرس؟ اتقال إن هو عاوز يعمل كده علشان يأجل الجيش بتاعه. طول ما هو بيدرس الجيش بتاعه متأجل فيستمر في الملاعب، ولكن لو دخل الجيش ممكن ما يعرفش يكمل في الاحتراف بتاعه، ومسيرته الكروية تتوقف. ولكن الموضوع دوت تم نفيه، اتقال لأن رمضان صبحي هو وحيد اخواته ووالده متوفي، فإذا هو معاه إعفاء من الجيش. ولكن المعلومات اللي وصلتني إن في مدرسة أولاد رمضان صبحي، مدرسة من اللي هم بيطلبوا إن الأب والأم الوالدين يكون معاهم شهادة عالية، مش بياخدوا أي حد المدرسة من غير ما أبوه وأمه يكون معاهم شهادة عالية. عشان كده رمضان صبحي كان لازم ياخد شهادة عالية، وما كانش قدامه غير إن هو يعمل كده، يروح معهد بيدي شهادة عالية، شهادة بكالوريوس، علشان يكمل مسيرته في الكورة بدون ما تتأثر، وفي نفس الوقت ياخد الدراسة. فده كان السبب المنطقي اللي أكتر سبب منطقي أقنعني في الموضوع ده. بتتحدد جلسة محاكمة يوم 22 نوفمبر الماضي، بيتحبس على أثرها رمضان صبحي، وبتتأجل المحاكمة ليوم 25، ويوم 25 بيتجدد الحبس وبتتأجل المحاكمة تاني، ولا يزال رمضان صبحي محبوس على ذمة القضية حتى الآن. في وسط الظروف الصعبة اللي بيعيشها رمضان صبحي في محبسه في انتظار قرار القضية، فجأة بيطلع لنا خبر من الكاس اللي حكمت بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات في قضية التلاعب في عينة المنشطات، نتيجة لاعتراض الوادة على قرار اللجنة المنشطات المصرية ببراءته. اعترضت أمام محكمة الرياضة الدولية اللي هي الكاس، والكاس حكمت بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات. بعد القرار ده مباشرة حصل فسخ التعاقد بالتراضي مع نادي بيراميدز، ويقال إن ده كان اتفاق بين نادي بيراميدز ورمضان صبحي أثناء تجديد التعاقد، إن لو تم الحكم عليه في قضية المنشطات يتم فسخ التعاقد بالتراضي. الأمل الوحيد الباقي لرمضان صبحي هو التظلم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد حكم ال4 سنوات. بس هل لو الحكم ده اتخفف هيكون كافي؟ يعني هيبقى كام؟ 3 سنين؟ سنتين؟ سنة؟ أعتقد رمضان صبحي مستقبله الكروي مهدد بصورة كبيرة جدا، وده دليل على إن أهم من الموهبة وأهم من قدراتك وأهم من أدائك في الملعب هو العقلية وقراراتك اللي بتاخدها بره الملعب. ده أهم كبير جدا من في مسيرتك الكروية من موهبتك الأصلية اللي انت بتأديها في الملعب.
نتمنى لرمضان صبحي كل خير، وإن ربنا يخرجه من المحنة دي على خير،